السلام عليكم ومرحبا بكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفتنا لنهار اليوم كما راكم تلاحظوا هي تحليه بالفريز ولا بالفراوله. التحليه دي بزاف هايله وبزاف بزاف بنينه. يعني بما انه رانا في موسم الفريز حبيت نستغلها في العديد من الوصفات والتحليات. تبعوني فقط للاخير راح نتعرفوا على مقادير تاع الوصفه، وراح تحبوها اكيد، وان شاء الله نتمنى انكم تجربوها وتفرحوا بها أفراد العائلة تاعكم. إذا بلا ما نطول عليكم نروح مباشرة للمقادير. إذا بسم الله. بالنسبة للمقادير لهنا واش عندي كمية من الفريز حوالي رطل أو رطل وشوية، يعني تقريبا 600 غرام تاع الفريزة اللي كنت نقيتهم وقطعتهم كما راكم تشوفوا شرائح. ضفت لهم زوج مغارف كبار نتاع السكر ونحطهم فوق النار حتى يطيب لي هذاك الفريز ونتحصل على يعني يطلق لي هذاك الجو تاعو. عندي كذلك عصير تاع حبة قارص اللي هي حبة صغيرة فقط، وعندي 800 ملي تاع الحليب و50 غرام من تاع نشاء الذرة أو المايزينا. لهنا على نار هاديه حطيت الطاوه هذيك ونبقى دائما في التحريك المستمر، هكذا باش ما يتحرقليش هذيك الفريز وما يعني ما يتحرقلناش هذاك السكر مع الفريز، ونبقى نتحصل على هذاك الجي نتاع الفريزه هذيك. لهنا راني نحي كميه فقط، كميه يعني صغيره، يعني محتاجتها راح يعني نغمس فيها هذاك البسكويت اللي راح نديرو في الكؤوس، والباقي يعني نخلي حتى طيب لي هذيك الفريز مليح مليح هكذا باش تسهل عليا عمليه اني نرحيه او نميكسيه. لهنا بعد ما طابت لي هذيك الفريز كيما راكم تشوفوا ديجا يعني ذبالت تماما، نجي لهنا نميكسيها حتى نتحصلوا على بيوري او عصيده نتاع الفراوله. لهنا بعد ما رحيتها مليح راح نضيف هذاك كميه من الحليب اللي هي قلت لكم 300 ملي نتاع الحليب، تقريبا كاس وربع يعني على حسب الكاس الوزن نتاعو. المهم نتوما قيسوا 300 ملي نتاع الحليب، النص كبيته في الاول هكذا باش نبرد على هذاك الفريز تاعي شويه، والنص الثاني راح نذوب فيه المايزينا، يعني ما نديروش المايزينا مباشره فوق الخليط تاع الفراوله هكذا باش نتجنب انها دير لي تكتلات. نحاول نذوبها مليح في الحليب ونضيف الكميه كامل يعني مع خليط الفراوله، نخلطهم مليح ونعاود نرجعهم فوق النار حتى يطيب لي هذاك الخليط مليح مليح، يعني يطيب لي هذاك النشاء مع خليط الفراوله، ونتحصلوا على خليط يكون يعني كما نقولوا احنا يكون متماسك، يكون ثقيل هكذا شويه، وكانه يعني الشكل تاعو يكون على شكل يعني عصيده كما راكم تلاحظوا. لهنا بعد ما تبدا ديري هذيك الفقاعات نزيد نكمل نطيبها حوالي دقيقة فقط، ونطفي عليها ونجي نكمل المرحلة الموالية. لأن حبيت نعزز هذاك اللون ضفت لاروم تاع الفريز، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه، واللي عندها تقدر تضيفه عادي، يعني يعني نضيف كمية قليلة فقط. نخلطهم مليح مليح ونحطهم فيما بعد في إناء اللي راح ندخله للثلاجة. شوفوا هذه الكريمة، شوفوا الشكل تاعها كيفاه جا. التحلية هذه كما قلت لكم بزاف هايلة، ما فيهاش مقادير يعني بزاف نهائيا، فيها كمية تاع الفريز وفيها كمية تاع لا كريم فريش، وراح تتحصلوا على كؤوس تحلية بالفراولة بزاف هايلة، يعني تتحصلوا على شكل يعني تولي لنا شكل موس، نقدر نسميوها موس الفريز، بزاف هايلة وبزاف بنينة. اللي انا في هذه المرحله راح نغطيها بابي فيلم اون كونتاكت هكذا باش نتجنب اني يعني يقيسها لي الهواء ما تديرليش ديك الطبقه من فوق. نحطها في على جانب حتى يعني تبرد لي شويه، بعد ذلك راح ندخلها للمجمد او للثلاجه على حسب الوقت تاعكم. انا كنت دخلتها للمجمد مده ساعه كامله، يعني بردت لي مليح مليح.
لهنا في هذه المرحلة راح نطلع لا كريم فريش تاعي، لهنا استعملت كمية 250 غرام أو 250 ملي نتاع لا كريم فريش راح نطلعها. بالنسبة لا كريم فريش كي نجي نطلعها دايما نقول لكم إنه لازم تكون باردة بزاف بزاف، يعني دايما لما نشريوها أكيد راح تكون في الثلاجة قبل ما نخدموها، راح ندخلها للمجمد حوالي 10 دقائق يعني باش نزيد لها درجة البرودة نتاعها. نجي لهنا نطلعها، كي نعود راح نطلع لا كريم فريش تاعي أول سرعة نديرو سرعة يعني بطيئة جدا، بعد ذلك بعد ما تبدا تطلع لي شوية نبدا نزيد السرعة ونكمل نخفقها حتى يعني يضاعف لي الحجم تاعها وتطلع لي مليح. بالنسبة لكريم فريش نعرفو دايما بلي تجي صامتة يعني ما عندهاش حتى جو، لأنا حبيت نزيد لها الكمية من يعني نزيد نحليها، زدت لها 100 غرام من حليب المحلى المركز ذوق الفريز. اذا ما عندكمش راح تقدروا تزيدوا حليب محلى مركز اللي كنت استعملته معكم في الفيديو السابق، يعني صنع منزلي، او تشروه يعني اللي تعود عندها يعني علبة يعني شريتها من المحلات تقدر تضيف. اللي ما عندهاش نهائيا تقدر تضيف 2 مغارف 3 مغارف كبار تاع السكر بودرة، لكن ننصحكم انكم دائما في لا كريم فريش ولا في الحلويات التحليات هذه ان نستعملوا الحليب المحلى المكثف، احسن واحسن يجينا ذوق مليح، وكذلك انه يجي ذوق الشكل تاعو يجينا كريمي اكثر، يعني اكثر من ان نستعملوا سكر بودرة. لهنا بعد ما بردت لي هذيك الكريمه الاولى نتاع الفريز، شوفوا لهنا يعني بردت لي مليح مليح، نجي نعاود نخفقها يعني قيس ما تطلق روحها شويه تولي لي يعني كريمه. بعد ذلك راح نخلطها مع كريمه الخفق اللي كنت طلعتها قبل شويه، هكذا نتحصلوا على واحد الكريمه هايله بذوق الفراوله، تجي خفيفه، تجي يعني على شكل يعني القوام تاعها تجي كأنه موس، يعني موس الفريز، تجي بزاف هايله وبزاف خفيفه. شوفوا القوام اللي هنا اللي تحصلت عليه، يعني نتحصلوا على هذا الشكل. لهنا راح نجي نخلطها مع الكريمه الاولى، يعني نضيف غير بشويه، ضفت كميه يعني قليله، نحاول نخفقها هكذا يعني حتى تتجانس لي مع تتجانس لي مليح مع المكونات، يعني مع لا كريم فريش. وبعد ذلك راح نضيف الكميه الثانيه يعني بكل سهوله، يعني طريقه بزاف سهله. وتعودتوني يعني بزاف في التحليات تاعي اني نستعمل تقريبا هذا النوع من التحليات اللي تجي بزاف هايله وبزاف يعني بنينه بنينه. كما قلت لكم البنه تاعها لا توصف، تعجب بزاف العائله تاعكم وكامل راح يحبوها. اذا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه في الاخير، يعني طريقه كما قلت لكم بزاف سهله وما فيهاش مكونات يعني بزاف نهائيا. لهنا نجيو للمونتاج تاع التحليات تاعنا تاع الكؤوس تاعنا. شوفوا لهنا تقدروا هذه الكريمه تقدروا تستعملوها في اي نوع من التحليات، حتى انكم تقدروا تستعملوها في حشو الكيكات، يعني بزاف تجيكم هايله. بالنسبة للجو لهنا هذاك اللي نحيته معكم من قبل ضفت له كمية من الحليب، ولهنا راح نغمس فيه هذاك اللي عندي لهنا كمية من البودوار، هذا البسكوي اللي بزاف هايل في التحليات، يجينا بزاف بزاف هايل. انا يعني من عشاق هذا البسكوي في التحليات، يعني احسن من البسكوي النوع الثاني، يعني البودوار يجونا بزاف هايلين. يعني غمستهم في هذاك الحليب اللي منكه بالفريز ودرتهم كطبقة أولى في الكؤوس. بعد ذلك راح نضيف كمية من الكريمة هذيك اللي حطيتها في بوش كما راكم تلاحظوا، وزدت ضفت كمية يعني في الوسط من البسكوي هذاك اللي كذلك غمسته في الحليب المنكه بالفريز. وهذه هي الطريقة، يعني طريقة بزاف هايلة بزاف سهلة عفوا وعملية، يعني ما فيهاش تعب ما فيهاش جهد. التحلية راح توجد لكم في يعني في وقفة، فقط انكم تعطيو لها الوقت التبريد تاعها في المرحلة الأولى.
إذا هذه هي الكمية اللي خرجت لي التحلية تاع نهار اليوم، يعني 6 كؤوس يعني متوسطين الحجم، كمية يعني لاباس بها تناسب أفراد العائلة تاعكم. بالنسبة للتزيين اخترت تزيين يكون بسيط جدا، بما أنه كؤوس الفراولة حبيت نزينها بحبات الفراولة كما راكم تلاحظوا. راح نرشها فيما بعد بالناباج ولا لاجولي، اللي عندها لاجولي تدهنهم بفرشة لاجولي هكذا باش يحافظوا على اللمعة تاعهم واللون تاعهم. كرشة أخيرة كذلك، يعني كانت عندي قطعة تاع شوكولا ربيتها يعني في الرقيق هذاك خلاص، وحبيت نزين بها بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا. بالنسبة للتزيين دايما نقول لكم تزيين راه اختياري، كل وحدة والذوق تاعها وكل وحدة واش متوفر عندها. إذا هذا هو الشكل النهائي للتحلية تاع نهار اليوم. التحلية بزاف هايلة. شوفوا هذه التحلية أنا كنت استعملتها ولا درتها كيما كانت هذيك السخانة اللي بزاف بزاف، يعني كانت درجة الحرارة بزاف مرتفعة. كانت هذه التحلية موالمة بزاف بزاف، لأنه درت لي كلاصون بعد ذلك درت هذه التحلية تاع الفريز. كانت باردة ومنعشة، يعني اليوم وين كتب ربي وحطيتها لكم. ورجع البرد، رجعت الأمطار إن شاء الله يا ربي غيثا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. نقول لكم هذه الوصفة تاع اليوم إن شاء الله يا ربي تنال إعجابكم. بالنسبة لي حبيت نقول لكم واحد الموضوع فقط بالنسبة للأخوات اللي راهم معايا في القناة ومشتركات، يعني ما شاء الله راه العدد تقريب 2000 مشترك، يعني تقريب إن شاء الله نكمل 2000 مشترك، لكن التفاعل راه قليل 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 بزاف بزاف، يعني اللي راهم يتفاعلوا معايا يتعدوا على الأصابع. البنات نقول لكم حاولوا تتفاعلوا معايا، صدقوني غير راني نتعب بزاف في التصوير في المونتاج وكذا. يعني ادعموا بنت بلادكم ما تخسروا والو، فقط هذاك الجيم وفقط هذاك التعليق الطيب راح يفرحني بزاف بزاف، وانتم كذلك راح ندعي لكم وربي يفرحكم كيما راكم تفرحوني. بالنسبه للاخوات اللي راهم يزوروا قناتي نقول لكم ان شاء الله يا ربي يعجبكم المحتوى تاع القناه، وتحاولوا تشاركوا في قناتي وتفعلوا هذاك الزر تاع الجرس هكذا باش يلحقكم كل ما هو جديد. الى هنا نقول لكم لحقنا نهايه الفيديو. تهلاو في رواحكم ودمتم في امان الله ورعايته.